دلوقتي في سنة 2006، عدد سكان العالم وصلوا ل 6 مليار و600 مليون نسمة. عدد سكان مصر 75 مليون. سعر الدولار في مصر 5 جنيه 75 قرش. متوسط المرتبات من 600 ل 1200 جنيه مصري. التكنولوجيا بتتطور بسرعة قياسية. النوكيا واكلة الجو ومحدش بيشيل البلاك بيري إلا علية القوم، ومفيش آيفون لسه. في الألعاب البلاي ستيشن 2 بيكسر كل الأرقام وبيبيع حوالي 155 مليون نسخة من الجهاز الأشهر، وهو بالنسبة لي أعظم وأحلى جهاز لعبته في حياتي. ويا دوبك كان ظهر الإعلان بتاع بلاي ستيشن 3 واللي المفروض هينزل السنة الجاية في 2007. يوتيوب وويكيبيديا بينتشروا في العالم وابتدت الناس تسمع عنهم. عملوا ثورة في عالم الإنترنت، وجوجل بتشتري يوتيوب، وفيسبوك مستخدمينه أقل من إنهم يكملوا حجز كورة. التلفزيون هو المسيطر، وحرب المشاهدات بين القنوات المحلية وبين القنوات الفضائية مولعة زي MBC، روتانا، ميلودي، ART، دريم والمحور. وكل واحد في العيلة عنده البرامج اللي بيحب يتفرج عليها، وكانت منتشرة وقتها زي مصارعة المحترفين، البيت بيتك، العاشرة مساء، واللي كانت بتقدمه وقتها منى الشاذلي. وكمان ما ننساش عالم سمسم. وبعد ما عرفنا لمحة سريعة عن شكل العالم، تعال أحكي لك عن أهم أحداث السنة. يناير 2006. احنا دلوقتي في يناير 2006، وتحديدا يوم 20 يناير. ابدأ بالضروري ثم انتقل للممكن. تجد نفسك فجأة تصنع المستحيل. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، انت دلوقتي في استاد القاهرة الدولي وبتسمع هتافات وتشجيع جمهور المنتخب المصري. ويا ترى في السماعات هيشغلوا لنا ايه؟ طبعا بيذيعوا اغاني والله وعملوها الرجالة وبلدنا في القلوب متشالة واغاني تانية كتير. الكل بيتفرج على المنتخب المصري بيلعب مع منتخب ليبيا في اول ماتشات بطولة افريقيا واللي مستضيفاها مصر. البطولة المرة دي مش زي أي بطولة. حد يسألني ليه يا ترى؟ فغير إنها بتتلعب على أرضك، فالشعب مصر مستني الكاس بكل حماس، واللي غايب عننا بقالنا سنين من آخر مرة كسبنا البطولة سنة 98. والمرة دي منتخبك أقوى ومنظم أكتر، وفي أسماء كبيرة زي حسام حسن، الحضري، وأحمد حسن، وتحت قيادة المدرب الوطني حسن شحاتة. وده زود حماس الناس أكتر، لأن منتخب مصر آخر بطولة حققها كانت عن طريق مدرب مصري وهو الكابتن محمود الجوهري. وفعلا بعد مباراة حماسية بتفوز مصر 3-0، وبيسجل الأهداف ميدو وأبو تريكة وأحمد حسن، ومعاها بينفجر الجمهور بالتشجيع والفرحة. لكن برضه فرحة بحذر، لأنك كسبت السهل ولسه معاك منتخبات موت في المجموعة، حيث ساحل العاج بأسماء تقيلة، ومنتخب المغرب يعني شمال أفريقيا، والأجلي فوتبول، والكعب العالي علينا. وخلال شهر يناير في دور المجموعات مصر بتتعادل مع المغرب وبتفوز على ساحل العاج علشان تضمن الصعود من المجموعات. وشكلنا هنعملها ولا إيه؟ ياه، أيام ما كنا بنصعد من قبل ما نلعب يا جدع. فبراير 2006، خلصنا يناير ودخلنا فبراير، وده تقريبا أغرب شهر مر على مصر، لأن في ليلة 3 فبراير كانت مصر بتصعد من دور الثمانية بنتيجة 4-1 على الكونغو الديمقراطية. وبينما الاحتفالات والفرحة شغالة وخلاص الأحلام بتكبر في الفوز بالبطولة، وبينما كان في ناس بترقص، في الناحية التانية كان في ناس بتموت. في يوم 3 فبراير تصحى مصر على أكبر كارثة بحرية حصلت في تاريخها، وهي حادثة عبارة السلام 98 اللي غرقت يوم 2 فبراير 2006، وكان عليها 1312 مسافر و98 من طاقم السفينة. اختفت العبارة على بعد 57 ميل من مدينة الغردقة، وهي في طريقها من ضباب السعودية إلى سفاجة. المركب اللي كانت شايلة معتمرين ومصريين مغتربين في السعودية راجعين بشنطهم وأحلامهم والفرحة اللي هيعيشوها لما يشوفوا أهلهم. مركب كان عليها أهالي وأطفال وعائلات كاملة اختفت تماما. البداية كانت بسبب حريق حصل في السفينة ودخول مية البحر لقلبها. غرقت السفينة مع اتهامات بالفساد، وإن العبارة كان فيها أعطال كتيرة ومحتاجة صيانة. المركب بدأت تغرق في البحر، ولو مشهد غرق السفينة تايتانيك بيأثر فيك وبيخليك تعيط، فاللي حكاه الناجين والمنقذين أصعب بكتير. قصص عن غرق المركب وأمواج عاتية بتطير الناس، وأسماك بتفترس أجساد الأحياء والشهداء، وكل ده في درجة حرارة متجمدة، وفي ناس فضلوا أيام في البحر. انطلقت القوات المسلحة المصرية وقوات من السعودية ودول عربية، ودخلت حتى طائرات أمريكية وبريطانية ومن دول مختلفة للمساعدة، واستشهد أكتر من 1000 مصري وسعودي وجنسيات مختلفة. وبعدها بدأت محاكمات استمرت سنين. ذكرى صعبة على كل المصريين وعلى كل اللي نجوا من الحادثة دي، وأهالي الشهداء ربنا يصبرهم ويرحم اللي مات.
وبعد أيام الحداد ما تعديش أيام غير وفي 10 فبراير يتلعب نهائي أفريقيا بين مصر وساحل العاج وتفوز مصر، ومعاها تولع المدرجات والشوارع المصرية بالاحتفالات للصبح بعد ما فازت مصر في النهائي على ساحل العاج، ويبقى الكاس رقم 5 لمصر وتسميها الصحافة الليلة التي لم تنم فيها القاهرة من الاحتفال. إبريل 2006 يخلص فبراير ومارس بهدوء من غير أحداث مهمة علشان نوصل لحدث مهم في شهر إبريل، وتحديداً يوم 9 من الشهر، وهو عزل النافق شارون من منصب رئيس وزراء الكيان المحتل، وده بعد ما جاله غيبوبة نتيجة جلطة دماغية في يناير من نفس السنة عقبال نتنياهو، واللي هيفضل فيها 8 سنين من العذاب بين إنه مدرك اللي حواليه وبين إنه مش قادر يتحرك لحد ما يغور في داهية ويموت. ولو ما تعرفش مين إرييل شارون فهو مجرم حرب وسفاح ارتكب جرائم ومذابح بحق الفلسطينيين والجيش المصري في 67 ولبنان وسوريا، واقتحم بجنوده باحات المسجد الأقصى علشان تكون نهايته مأساوية بمرض صعب. يونيو 2006 يعدي إبريل ومايو وفيهم بتخلص الدوريات الكبيرة وتنتهي أكبر البطولات، وتحصد برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال، علشان نروح لأكبر وأضخم حدث رياضي في السنة وننطلق إلى ألمانيا، وتحديدا في يوم 9 يونيو مع صفارة استضافة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخب، واللي بدأ بشاكيرا وأغانيها في حفل الافتتاح، واتلعب أول ماتش بين ألمانيا وكوستاريكا. طبعا ما حدش يقدر ينسى شاكيرا، كان عليها هزة وسط. واستمرت البطولة واللي بيعتبرها البعض أقوى بطولة من حيث قوة المنتخبات والأسماء المشاركة من أساطير كرة القدم لحد 9 يوليو مع صفارة ماتش نهائي كأس العالم بين إيطاليا وفرنسا، الماتش اللي كان كله متوقع إن فرنسا هتحسمه علشان معاها نجمها الأكبر زين الدين زيدان، لكن الطليان لعبوا بالأجلي فوتبول وخلوا زيدان ياخد طرد بعد ما نطح براسه المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي عشان جاب سيرة أخت زيدان بكلام مش تمام، ويوصل الماتش لضربات الجزاء وتفوز إيطاليا بكأس العالم. أما مباراة المركز الثالث والرابع خلصت بفوز الماكينات الألمانية على البرتغال. يوليو 2006 وبعد نهاية كأس العالم بأيام تتجه أنظار العالم من ألمانيا إلى لبنان، ولكن للأسف مش للتشجيع، لكن علشان يشوفوا جرائم ومجازر جديدة هترتكب، وكالعادة هيحطوا لسانهم في بقهم وما يتكلموش. احنا دلوقتي في 12 يوليو 2006 بداية حرب لبنان الثانية بين كتائب حزب الله من ناحية والصهاينة من الناحية الثانية. قصة الحرب قديمة، بدايتها من انسحاب الصهاينة من جنوب لبنان سنة 2000، وكان معاهم أسرى لبنانيين ما رجعوش بيتهم، وطلبت حزب الله إن الأسرى يرجعوا في مفاوضات لكنها فشلت لسنين علشان حزب الله تنفذ عملية الوعد الصادق وتخترق وحدة منها السياج الحدودي بين لبنان والكيان المحتل، ويهجموا على قوات صهيونية بيقتلوا 6 منهم وياخدوا 2 جنود أسرى من صفوف الصهاينة. وكعادة الصهاينة ما يقدروش يعملوا حاجة غير قصف المدن اللبنانية والدخول في حرب مدتها 34 يوم قابلتهم فيها هجمات وصواريخ حزب الله، واستشهد في الحرب 1191 لبناني معظمهم من المدنيين، واتقتل 121 جندي إسرائيلي و44 مدني، لكن انتهت بانسحاب الصهاينة وانتصار حزب الله، وما قدروش حتى يستعيدوا الجنود بتاعتهم، وربنا ينصر إخواتنا عليهم ويرحم شهداء لبنان. أغسطس 2006 في شهر أغسطس 2006 وتحديداً يوم 30 بتودع مصر أهم كاتب وروائي في تاريخها والحاصل على جائزة نوبل في الأدب، الأستاذ الكبير نجيب محفوظ، رحمه الله بكل ما قدم للأدب المصري، واللي خلى دول كتير في العالم تتعرف على مصر من خلال كتاباته المترجمة. ولسه ما يمرش يوم على وفاة محفوظ وتحصل حالة وفاة تانية تسبب تأثير أكبر في الناس، وهي وفاة لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب يوم 31 أغسطس. عبد الوهاب كان لاعب موهوب ومحترم وكان له مستقبل كبير، وأغلب شعب مصر سواء أهلاوية أو زملكاوية أو أي انتماء كانوا بيحبوه لاحترامه. وفاته كانت صادمة أكتر من نجيب محفوظ، لأن محفوظ راجل كبير وصل للتسعينات من العمر ومريض، لكن عبد الوهاب كان شاب في العشرينات ومات بشكل مفاجئ، فده ساب أثر في نفوس ناس كتير من اللي كانوا بيحبوه، ربنا يرحمهم هما الاتنين. سبتمبر 2006 شهر سبتمبر تزامن في آخره شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركة والصيام. حياة الناس وقتها كانت أبسط وأهدى، الحلويات هي الكنافة والقطايف، لكن لسه في أشطوطة ولا أمباليه ولا الكلام ده كله. أجواء هادية يتخللها صوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وصلاة التراويح.
رمضان بدأ في 23 سبتمبر. الناس كانت بتتلم وتفطر مع بعض بكل حب. وبالنسبة للمسلسلات اللي اتعرضت وقتها مش كتير، لكن أشهرهم وأنجحهم مسلسل حضرة المتهم أبي لنور الشريف، المسلسل اللي كان كفيل يسبب لك تروما طول حياتك، ما بالك بقى لو شفته وانت طفل من كم الاكتئاب والحزن اللي كان فيه. وصوت طبعا الأستاذ مدحت صالح وهو بيتخانق مع أبوه في التتر. وفي الوقت ده اتعرض المسلسل السوري الأيقوني والممتد لحد النهارده، مش عارف ليه يعني، بس هو ممتد، باب الحارة. ومعاهم اتعرضت مسلسلات زي حدائق الشيطان للفنان السوري الصعيدي جمال سليمان، وسكة الهلالي ليحيى الفخراني، ومعاهم واحد من أنجح السيتكوم في مصر تامر وشوقية. كنت أنا في ثالثة جامعة ساعتها، الأيام بتجري بسرعة. أكتوبر 2006، ويفضل رمضان مكمل في أكتوبر من نفس السنة لحد ما يخلص ويبدأ عيد الفطر المبارك في يوم 24 أكتوبر. كل سنة وانتم طيبين. ومع أجواء الفرحة والسعادة بالعيد المبارك اتعرض في السينما أفلام زي توم ندستة أشرار وفيلم كامل الأوصاف للمرحوم عامر منيب. نوفمبر 2006، وفي نوفمبر كان جمهور النادي الاهلي على موعد مع السعاده كالعاده، يعني وعدنا يا رب، او اوعد الزملكاويه ان الزمالك يفرحهم شويه. الاهلي وقتها كان بيلعب ابطال افريقيا وبيلعب النهائي على ماتشين ذهاب وعوده قدام الصفاقسي التونسي، وفي مباراه الارض يتعادل الاهلي على ارضه وسط جمهوره بنتيجه 1-1. وخلاص المباراه جايه على ارض الصفاقسي في ملعب الرعب فرادس، وخلاص الكل اعتقد انه الاهلي هيخسر. وفي يوم 11 نوفمبر يلعب الاهلي في مباراه لازم يكسب فيها، وتمر الدقائق لحد ما يوصل الماتش للدقيقة 90 وجمهور الصفاقسي بيحتفل. وفجأة في لحظة تسديدة صاروخية من رجل أبو تريكة بيسجل فيها الهدف، وفي احتفال تاريخ الجمهور وفريق الأهلي يفوز بالبطولة ويتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة. ديسمبر 2006، نهاية سنة 2006 في ديسمبر كانت بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، واللي زي كل عيد عشنا فيه أجواء جميلة كلها بركة وخير من ربنا. واتعرض وقتها في السينمات أفلام جميلة زي الرهينة لأحمد عز، مطب صناعي لأحمد حلمي، وفي محطة مصر لكريم عبد العزيز. لكن بتنتهي السنة بمشهد عجيب، وهو إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، واللي اختارت أمريكا وقت عيد الأضحى علشان تعدمه بعد محاكمات طويلة، واللي فضل مشهد إعدامه في ذاكرة كتير مننا. وسواء كنت بتحب صدام أو بتكرهه، فالأكيد إن الإعدام بالطريقة دي في وقت زي ده في عيد معروف عند المسلمين بالأضحية، يعني من الآخر صدام كبش الفداء. فكان مشهد مهين زي مشاهد مهينة كتير بنشوفها لإخواتنا في مناطق كتير. وبس يا سيدي، في الآخر سنة 2006 مرت بكل لحظاتها الجميلة والصعبة، وبقت ذكرى في دماغنا. ولو ما كنتش لسه اتولدت اديني اديتك لمحه عن شكل العالم وقتها. وخليني اصدمكم واصدم نفسي واقول لكم ان 2006 النهارده في وقت نزول الحلقه مر عليها 18 سنه. شفت مروا بسرعه ازاي؟ احنا خلاص خلصنا رحلتنا ورجعنا وقتنا الحالي. الحمد لله على السلامه. نتمنى جدا لو عندك ترشيح لمواضيع او مواضيع حابب تتكلم فيها ابعت لنا على رسائل الصفحه واكتب لنا تعليقك وهنقرا كل تعليق. ما تنساش بقى في الاخر تعمل لايك وشير وسبسكرايب. استنانا الحلقه الجايه مع سنة جديدة.